السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب أولى إعدادي في مصر كلها، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ها هنا يا دكاترة يا صغيرين وصلنا للمرحلة الأخيرة، كلها ساعات وندخل الامتحان. تعالى كده في نص ساعة ألملك إزاي تلم أكبر قدر من الدرجات في اللغة العربية. مش بس كده، ده أنا هقولك على أهم الأجزاء وأهم التركات اللي هتدخل تشوفها في الامتحان. تعالوا كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ. هنا دكاترة بيجيلي في الامتحان نص الاستماع. نص الاستماع دكاترة سواء جابهولك في الأول جابهولك في الآخر، اسمع كويس علشان تحل. نص الاستماع بكل بساطة إجابتنا موجودة في نص الاستماع، بس الأول اقرأ الأسئلة عشان وانت بتحل خليك ذكي، عشان وانت بتحل تحل بسرعة. يعني أنا لما أقرأ الأسئلة وبعد لما أقرأ الأسئلة أما أجي أسمع نص الاستماع أنا عمال أجاوب وأنا بسمع المدرس وهو بيقول لي نص الاستماع. جميل. هنا نقرأ الأسئلة الأول. يعتبر نقل الشائعات وسيلة فعالة لتقوية النسيج الاجتماعي وزيادة الثقة. في اسئله من غير اصل لما ارجع لنص الاستماع عارف اجاوبها. تساهم الشائعات في زعزعه الاستقرار النفسي للافراد ونشر الطاقه السلبيه. جميل. اختر الاجابه الصحيحه. الهدف من النقد والتحليل للرسائل المسموعه هو نشر الشائعه بسرعه اكبر، عدم الانجرار، زياده الطاقه من الاماكن التي قد تتاثر بشده بسبب الصراعات الناتجه عن الشائعات، المختبرات العلميه فقط، اماكن العمل، المكتبات العامه. تعالى كده يا دكاتره اهو تعالى بقى نقرا نص الاستماع. هنا بقول لي في نص الاستماع اهو يعد الانصات للشائعات ونقلها آفة اجتماعية. يبقى دي مشكلة اهو. آفة ايه؟ اجتماعية خطيرة تفتك بالثقة وتهدم العلاقات، حيث تعمل على نشر ايه؟ اهو تعمل على نشر الطاقة السلبية وتفكيك النسيج الاجتماعي وزعزعة الاستقرار النفسي للأفراد. يتطلب الوقوف ضدها تحليلا ونقدا للرسائل المسموعة والتحقق من مصداقيتها قبل قبولها أو تداولها، بدلا من أهو الانجرار وراء المغالطات التي قد تسبب صراعات وخلافات خاصة في أماكن العمل أو المحيط العام. تعالى كده نرجع بقى كده بكل بساطة للأسئلة بتاعتنا يا دكاترة. أهو بيجي هنا يقول لي أهو يعتبر نقل الشائعات وسيلة فعالة لتقوية النسيج الاجتماعي. غلط. هي بتقوي النسيج الاجتماعي ده الثقة. غلط. طب بتفرط بتزعزع. تساهم الشائعات في زعزعة الاستقرار. يعني ايه؟ يعني في اضطراب الاستقرار النفسي. تمام كده؟ للافراد ونشر الطاقة السلبية. ايوه ده صحيح. قال لي هنا الهدف من النقد والتحليل للرسائل المسموعة هو هل نشر الشائعة؟ قال لي لا. يبقى النقد والتحليل يعني ايه؟ يعني استنى اهدى. قال لي عدم الانجرار وراء المغالطات، زياده الطاقه السلبيه. قال لي هنا الهدف من النقد والتحليل اللي انا قبل لما اقول اي حاجه لازم احللها اشوفها صح ولا غلط. يبقى هنا الهدف منها عدم الانجرار وراء المغالطات. جميل. ده موجود في القطعه. من الاماكن التي قد تتاثر بشده بسبب الصراعات الناتجه عن الشائعات، المختبرات العلميه فقط، اماكن العمل والمحيط العائلي، المكتبات العامه. قال له اهو تعالى كده نرجع للقطعه تاني. اهو قال لي ايه؟ قال لي هنا بدلا من الانجرار ماشي قد تسبب صراعات وخلافات خاصه في ايوه في اماكن العمل والمحيطات ايه؟ والمحيط العائلي يا دكاتره. تعالى كده اهو. يبقى هنا الاماكن التي اهي تتاثر بشده يبقى اماكن العمل والمحيط الايه؟ العائلي. جميل. بعد كده بيجي لي الاملاء. اكتب ما يمنى عليك. بيجيب لك سطرين 3 املاء. اسمع كويس عشان تتملى. بعد كده تعالى بقى نخش على القراءة المعلوماتية. نص الشهيد أبو شقرة، وده مهم جدا بيتكرر كتير في الامتحانات. بيقول كان الشهيد البطل صورة مشرقة للإنسانية الحقيقية، فقد كفل الأيتام. فقد إيه دكاترة؟ كفل الأيتام وأدخل البسمة على وجوههم وساعد الأسر البسيطة في صمت وإشفاق. ومع زملائه كان أخا متواضعا يشاركهم همومهم قبل أفراحهم. ومع الأطفال كان أبا حنونا يغمرهم بالحب والابتسامة. وهكذا اجتمع في شخصه معنى البطولة في الميدان ومعنى الرحمة في الحياة اليومية. مرادف كفل فقد كفل الأيتام، يعني اعتنى بالأيتام، اعتنى بهم، اهتم بهم.
يبقى هنا وقد كفل الايتام اي اعتنى بالايتام واهتم ايه يا دكاتره؟ واهتم بالايتام. مضاد البسيطه شيء بسيط، عكس شيء بسيط ايه؟ قال لي بسيط عكسه وساعد الاسر البسيطه اي الفقيره، يبقى عكس البسيطه الغنيه. طب يا مستر المفترض بسيط شيء بسيط سهل عكسه صعب. قال لي ماشي، بس انا بجيب المعنى من خلال السياق. ساعد الاسر الايه؟ البسيطه، يعني ساعد الاسر البسيطه؟ الاسره الفقيره، يبقى عكس الفقير الغني. جمع شخصه، شخصه اشخاص، يبقى شخص جمع ايه؟ اشخاصه، يبقى شخص جمع يا دكاتره اشخاص. اقتصرت بطوله الشهيد على شجاعته في ميدان القتال؟ قال لا، في ميدان القتال كان شجاع، وميدان الحياه كان عنده الرحمه، يبقى هنا ما اقتصرتش، اقتصرت يعني بأدب بس. كان الشهيد يحرص على مساعدة الأسرة البسيطة في خفاء؟ قال لي أيوه صح، تعالى كده عرفت منين؟ تعالى أهو أهو أهو، في صمت وإشفاق، يعني في خفاء، مش بيعرف الناس كلها أنا بساعد ده وده وده. ما الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها من خلال وصف الشهيد؟ أب حنون وأخ متواضع. يريد أن يوصل إيه؟ يبقى ما الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها من خلال وصف الشهيد بأب حنون وأخ متواضع؟ أو قال هنا الجمع، الرسالة هي الجمع بين القيادة أن يكون أبا حنونا وأخا متواضعا مع زملائه. يبقى هو أب حنون مع أولاده وأخا حنونا مع زملائه، يبقى يريد الجمع بين القيادة بين أن يكون أب حنون مع الأولاد وأخ متواضع مع الزملاء. جميل. هات أسلوب توكيد مبين الأداة المستخدمة. بص كده، في الأغلب أسلوب التوكيد بيجي لي إما بإن وأخواتها أو قد زاد الفعل الماضي. أهو بص كده، فقد كفل الأيتام. يبقى في الأغلب أسلوب التوكيد يا دكاترة بيجي لي قد زاد الفعل الماضي أهو، يبقى فقد كفل، أيوه سامعكم، الأيتام. مبين الأداة المستخدمة، الأداة المستخدمة قد زائد الفعل الماضي. قد يا دكاترة زائد الفعل الماضي. جميل. قال لي هنا نص السد العالي، والسد العالي برضو بيتكرر كتير في الامتحانات. والسد العالي هيجيلك، والسد العالي ليس فقط عملا هندسيا بل رمزا لاستقلال الإرادة المصرية ورفضها للضغوط الأجنبية. فحين قررت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بناء هذا السد، واجهت تحديات هائلة، سواء كان ذلك من قوى دولية عارضت المشروع لأسباب سياسية أم من مؤسسات مالية حاولت فرض شروطها مقابل تمويل بناء يا دكاترة بناء السد. لكن مصر أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها الخاصة وبإرادتها الحرة لتثبت للعالم أنها قادرة مفروض على اتخاذ قراراتها المصيرية دون وصايا من أحد. أول سؤال، يبقى هنا يا دكاترة تعالى كده نشوف السؤال الأول، بيقول مرادف أصرت. يبقى هنا أصرت مصر، يعني إيه أصرت؟ صممت ولا تخلت ولا أصنتت؟ قال لي أصرت، أنا بصر على شيء يعني صممت. مفرد قوة، القوية قوة أقوى، قال لي قوة، يبقى قوة. تمام يا دكاترة؟ تمام. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. نجحت مصر في تنفيذ المشروع بالاعتماد على التعاون الدولي المشترك. تعالى كده، تعالى. يبقى حين قررت مصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر بناء هذا السد، واجهت تحديات، سواء أكان ذلك من قوى دولية عارضت المشروع. يبقى هنا بص كده، المشروع نجح بالاعتماد على التعاون الدولي؟ غلط، اصل وقفوا قدامهم اصلا. اقتصرت التحديات التي واجهت بناء السد على الجوانب الهندسيه فقط؟ قال لي غلط، في جوانب كتيره. قال هنا لتثبت للعالم انها قادره، من غير لما ارجع للتعليل ما قبل. ليه؟ قال لي دي لم تعليل، بس تعالى نتاكد برضه. اجابه للسؤال بلماذا. بص كده بيقول ايه؟ أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها الخاصة وبإرادتها الحرة. لماذا؟ لتثبت للعالم. يبقى هنا إجابة للسؤال بلماذا دكاترة يبقى علاقته بما قبلها تعليل، وده مهم جدا. إجابة للسؤال بلماذا. الجمع في تحديات تفيد، قال يفيد الكثرة. يبقى الجمع دايما يا دكاترة سؤال أساسي، الجمع يفيد الكثرة، الجمع يفيد الكثرة، الجمع يفيد الكثرة. جميل. أي كثرة التحديات. ما الرسالة التي أرادت مصر إيصالها للعالم من خلال بناء السد؟ الرسالة يا دكاترة،
الرسالة التي أرادت مصر أن توصلها أو قررت مصر بقيادة الرئيس الراحل أيوة أهو، يبقى قررت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بناء هذا السد. تمام كده؟ أيوة. ليه بقى؟ قال لي في النهاية لتثبت للعالم أنها قادرة على اتخاذ قراراتها المصيرية دون وصية من أحد. يبقى الرسالة أن تثبت، الإجابة أهو، الرسالة أن تثبت، الإجابة موجودة في القطعة أهو، الرسالة أن تثبت أيوه للعالم أنها قادرة على اتخاذ قراراتها المصيرية دون وصايا من أحد. يبقى الإجابة موجودة فين؟ في القطعة. جميل. هات من النص أسلوب توكيد وبين أداة. قلت لك في الأغلب أسلوب التوكيد بيجي بقد زائد الفعل الماضي أو إن وأخواتها. تعالى كده، مش إن وأخواتها، إن واسم إن أو إن وأن. السد العالي ليس فقط عملا هندسيا، تمام كده، في حين قررت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واجهت تحديات هائلة، سواء كان ذلك من قوى دولية عرضت المشروع لأسباب سياسية أم من مؤسسات مالية حاولت فرض شروطها مقابل تمويل بناء السد، لكن مصر أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها الخاصة وبإرادتها القوية تثبت للعالم أيوة تعالى أنها قادرة. يبقى اسلوب التوكيد بيجي يا اما قد زائد الفعل الماضي، او ان او ان انها قادره. يبقى لما يجي يقول اسلوب التوكيد اقول اهو انها قادره، وبين الاداه هنا ان ثم مؤكد اداه ان. جميل. قال بعد كده بيجي يقول لي النص الشعري مصر يا جنه الدنيا. السؤال برضه بيجي كتير في الامتحانات، بيتكرر كتير قوي. اجري يا نيل عزيزا في الوجود واروي للأيام تاريخ الجدود، وانهضي يا جنة الدنيا وسودي وأعيدي مجدك الماضي أعيدي. كيف ربط الشاعر بين النيل والتاريخ في البيت الأول؟ سؤال بيتكرر كتير. كيف ربط الشاعر بين النيل والتاريخ في البيت الأول؟ هقول كده: حيث بين الشاعر أن النيل هو سبب في بناء الحضارة وتاريخ الأجداد أو الجدود. يبقى هنا حيث بين الشاعر أن النيل أيوة سبب أو هو السبب في بناء الحضارة وتاريخ الأجداد. جميل أوي. غرض الأمر في اجري انهاضي أعيدي، قال لي هنا أمر غرضه النصح والإرشاد، سؤال مهم جدا جدا جدا، والحث. قال لي بعد كده أعيدي مجدك أعيدي، تكرار الفعل يفيد؟ قال يفيد التأكيد على السعي والعمل والجد في إعادة المجد. تمام. يبقى أعيدي تكرار الفعل يفيد التأكيد أو توكيد على أهمية البناء والعمل والسعي من أجل إعادة المجد. ما القيمة الجمالية لي يا جنة الدنيا؟ شبه، بس كده تعبير جميل، شبه مصر بالجنة، وهذا يدل على قيمة مصر العظيمة. أو شبه الشاعر مصر، هو زي ما قلت كده، شبه الشاعر مصر بالايه؟ بالجنة الايه؟ الدنيا. او شبه الشاعر الجنة اللي هي مصر بإنسان ينادى عليه، بإنسان الدكاترة ينادى ايه؟ ينادى عليه، وهذا يدل على قيمة وأهمية وعظمة ايه؟ مصر. بعد كده النحو وفاكهة اللغة العربية، ركز معايا عشان اقول لك التركات المهمة. هنا بقول لي انا عايز اعرف كلمة النيل وكلمة سروح. مصر هبة النيل فقد شيدت الحضارة. شيدت فعل مبني المجهول ضم الأوهام على ضفافه منذ القدم، وإذا نظرت إلى النهر وجدته يجري عزيزا في الوجود، يسقي الأرض فتمنح الناس خيرا وفيرا. تمام دكاترة؟ تمام. لذا يصان الوطن بتضحيات الأبطال، فمن يبني سروح العلم. فمن يبني يا دكاترة سروح الايه؟ سروح العلم يرقى المجد وهو متقدم ويعد لأمته عهدها الماضي. فين كلمة النيل أصلا؟ مصر هبة النيل. مصر هبة ايه؟ النيل. ايوه، مصر مبتدأ يبقى هبة وخبر. نكرة زائد معرفة، قاعدة مهمة، نكرة زائد معرفة مضاف إليه مجرور، يبقى النيل أنا عندي مضاف إليه أيوه سامعكم مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى قاعدة مهمة في الامتحان هتجيلك، قاعدة المضاف إليه أو النعت. نكرة زائد معرفة مضاف إليه، طب معرفة زائد معرفة والمعرفة التانية تصف نعت، نكرة زائد نكرة ونكرة التانية تصف قال لي نعت برضه.
ولكن نكره زائد معرفه مضاف اليه. قال لي هبه ما فيهاش الف ولام ولا ضمير، ولكن نيل فيها الف ولام، يبقى نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. تمام. قال لي صروح، فمن يبني صروح يبني فعل، والفعل ده نص تقدير هو، يبقى صروح مفعول به منصوب. مفعول، خلي بالك اللي في الاغلب بيكون عندي فاعل مستتر، يبقى الكلمه اللي اجيبها لي عربها مفعول به منصوب، وعلامه نصبها دكاتره اهو الفتحه. حال وبين نوعها. حال يا دكاتره اللي هو اجابه لسؤال كيف. مصر هبه النيل فقد شهدت الحضاره على ضفافه منذ القدم. واذا نظرت الى النهر، انا عايز حال ايه؟ بين نوع، ماشي. واذا نظرت الى النهر، ايوه، وجدته يجري عزيزا. بص كده، وجدته يجري ايه؟ اللي يجري حاله عزيزا في الوجود، يسقي الارض فتمنح الناس خيرا وفيرا، لذا يصون الوطن بتضحيات الايه؟ الابطال. فمن يبني صروح العلم يرقى المجد وهو متقدم. بص كده، يرقى المجد حاله وهو متقدم، ويعد لامتي عهدها الماضي. يبقى عندي هنا الحال، لا اما كلمه عزيزا يبين اهو، بص كده، وجدته يجري. كيف يجري؟ كيف يا كيف يجري؟ قال لي عزيزا، يبقى ده حال وده نوع مفرد. جميل. طب لو جالي في الامتحان ضمير منفصل، هو، انا، انت، نحن، وجي بعدها المبتدا والخبر، يبقى المبتدا والخبر ده وهو متقدم اهو، هو متقدم. قال لي ده حال جمله ايوه، سامعك يا دكاتره، سامعك، جمله اسميه مبتدا وخبر. جميل. فعل ينصب مفعولين. خلي بالك الافعال بتنصب مفعولين، اعطى، منح، وهب، جعل، اكتر افعال بتيجي اعطى، منح، وهب، منع. اكتر 4 افعال بيجوا افعال بتنصب مفعولين. مثل هبه النيل فقد شهدت الحضاره على ضفافه منذ القدم. إذا نظرت إلى النهر وجدته يجري عزيزا في الوجود، يسقي الأرض فتمنح. منح، تمنح، منح. يبقى أنا عندي أهو بينصب مفعولين، تمنح، تمنح، والمضارع والماضي منها منح. عايز المفعولين. تمنح الناس خير. تمنح هي الفعل ده، مخلي بالك الفعل بيكون في الأغلب مستتر. تمنح الناس، هي اللي بتمنح الأرض، يبقى الفعل ده مستتر تقديره هي. يبقى أنا عندي المفعول به الأول الناس، يبقى الناس مفعول به ايه؟ اول. تمنح الناس ايه؟ خيرا، يبقى خيرا مفعول به ثاني. يبقى الناس مفعول به اول، الناس مفعول به اول، وخيرا مفعول به ايه؟ ثاني. جميل. فعلا مبنيه للمعلوم، فعلا مبنيه للمعلوم. فمثل ربت فقط شهدت، قال لي ده مش مبني للمعلوم، ده مبني للمجهول عشان اوله مضموم. الفعل المبني للمجهول اوله مضموم، فما بعده نائب فاعل على طول. شهدت الحضاره على الضفير منذ القدم. واذا نظرت، يبقى هو ناظر، يبقى ده مبني لايه؟ للمعلوم، خلي بالك، ناظر. جميل. قال لي في فعل تاني، قال لي وجدته، وجده، ويجري، ويسقي، وتمنح، يصلى برضه مبني المجهول، ده مجهول، ضم الاول اهو. جميل. يبني، يرقى، يعد. يا مستر طب ده ما ضم الاول، ايوه ده مضارع، ضم الاول ده مكسور. في المضارع المبني المجهول ضم الاول فتح ما قبل الاخر. يبقى المضارع المبني للمجهول ضم الاول فتح ما قبل الاخر، ولكن الماضي ضم الاول كسر ما قبل الاخر. تمام. ولكن يعد لامته، يعد ضم الاول، ايوه بس مش كسر، ده مضارع. المضارع مبني المجهول ضم الاول افتح. طب لو جالي مكسور، قال لي ده فعل عادي خالص. تمام يا دكاتره؟ قال لي تمام. قال هنا يصون الوطن بالدماء سواء بالخطا، مش يصون، اصل الكلام يصان، خلي مبني المجهول اهو. بص كده، ضم الاول افتح ما قبل الاخر عشان ده مضارع. يصان الوطن، لو جه قال لك اضبطوا الوطن عشان ده نائب فاعل مرفوع بالدماء. جميل اهو. اكمل. يعمل رائد الاعمال نقط ليحقق شغفه، حال شبه جمله. يعمل رائد الاعمال، ايوه سامعك اهو، يعمل رائد الاعمال فوق الضغوط، فوق او في ضغط ليحقق هدفه. يبقى يعمل رائد الاعمال، انا عايز حال شبه جمله. يعني حال شبه جمله يعني اما جر ومجرور لا اما ظرف. يبقى يعمل رائد الاعمال في ضغط ليحقق شغفه. نقط الحق في مجلس العلم والعلماء. فعل اجوف مبني للمجهول. عايز فعل اجوف يا دكاتره؟ مبني للمجهول. قيل الحق، قيل اهو، قيل يعني ايه فعل اجوف؟ يعني الحرف الوسط حرف من حروف العله. قيل، قال، قيل، يبقى قيل الحق في مجلس العلم والعلماء. بعد كده بيجي يقول لي خط النسخ، بنزل الكلام ده زي ما هو. طب الرقعه مثلا اجي هنا الواو اقفلها لي، نفس الكلام منح اقفلها اهو، منح اهو. الطموح نفس الكلام، تعالى كده في الطموح وبص كده الف، شوف الشرطه دي اعملها كده، انزل كده. وبعد كده الطموح برضو اقفل لي الواو والميم. يعني قصدي اهو غير اي حاجه.
القاف اقفلها لي، واقفل لي دي، ودي اقفلها لي اهو معايا. ان مثلا بمضى ايه، بس كده عامل ازاي؟ ما قفلتهاش اهو، سيبها. يرقى، بس كده اهو، يرقى. العلا في همه، بس كده همه، حط نقطتين ويساد. يبقى انا في الرقعه حاول تغير اي تغيير. اكتب بريدا الكترونيه الى، هتلاقي موجود عندك كاتب صديق لك تخبره عن تجربه لك في استثمار اموالك مراعين عناصر الرساله عبر البريد الى دكاتره الكتروني. سواء قال لك اكتب بريد الكتروني، او قال لك لخص دكاتره مقال، او اكتب مقال، ده كل دكاتره يكون في المتناول. ما ينفعش اسيب سؤال ليه التغيير. كده دكاتره احنا يعني خلصنا معاكم يعني كل الاجزاء اللي انت مطالب تكون عارفها. ركزنا معاك على اهم الاجزاء. يعني هتوحشونا كتير دفعه اولى اعدادي، معاكم ان شاء الله في تانية اعدادي وثالثه اعدادي ان شاء الله في الثانويه باذن الله. يعني ربنا يوفقكم وييسر اموركم ويحقق احلامكم ويوصلكم لكل اللي انتوا عايزينه. اي سؤال انتوا عايزينه او اي سؤال مش عارفينه سيبوه لنا في التعليقات وهنرد عليكم ان شاء الله. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.